انا هخلي نائب رئيس الجامعه هو كمان يكرمكم. انتوا اصلا مين قالكم انكم اتخرجتوا عشان اروح اكرمكم؟ انا قمت والله انا مش شايف قدامي. القصه حصلت في جامعه بني سويف. لك يا عمي والله انت مش هتعرف، مش هتقدر غير الكاب ده اللي مستنيين اللحظه دي عشان نعمل كده لفوق. تمام، الحمد لله كل الناس اتبسطت. اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست من بعيد لبعيد. اي حد فينا مر بتجربه في حياته بيلاقي شخص ليه تاثير ايجابي على حياته وشخص تاني ليه تأثير سلبي على حياته، ولا ده بيتنسي ولا ده بيتنسي مهما مرت السنين والأيام. والتأثير الإيجابي والسلبي ده والله ممكن يكون بكلمة، ممكن تكون بجملة اتجرت لك في وقت صعب، ممكن تكون بموقف حصل معاك، ممكن تكون بحاجة معنوية سندتك. النهاردة أنا عندي قصة لاتنين شخصين المفروض إن هما في درجة عالية جدا. واحد فيهم اختار الطريق السلبي وواحد اختار الطريق الإيجابي معانا. القصة دي حصلت معانا احنا شخصيا. فانا بأناشد دفعتي، دفعة كلية تجارة جامعة بني سويف 2014 يجمع هنا. القصة حصلت في جامعة بني سويف في شهر 4 2014. الدفعة بتاعتنا بتتخرج مجهزين وبنظبط كل حاجة. كنا احنا ساعتها اتحاد الطلبة انا واصحابي، وبنعد الحفلة ومبسوطين وحبينا. طبعا كله عارف ايه موضوع الفوتو داي او الفان داي اللي بيتعمل ده، يلا نعمل فوتو دي والفان دي. طيب، لقينا مشاكل كتير جدا واجهتنا واحنا بنعملها. اول حاجه جمعنا اشتراكات، يعني تقدر تقول حاجه كده رمزيه والله، من اصحابنا، وبدأنا نجهز. عايزين التيشيرتات بتاعت الفان دي. عملنا اللوجو واحد من اصحابنا الله يمسيه بالخير، ورحنا اتفقنا مع مدبغة او مش عارف اسمها ايه بصراحة، اللي بتطبع اللوجوهات على التيشيرتات دي في القاهرة، والمفروض ان احنا نستلم منها. وايه يا معلم بكرة الفوتو دي، وإذ فجأة مفيش تيشرتات. نكلم الراجل، اصل الصناعيه النهارده غايبين، اصل مش عارف مين عنده. طب يا عم احنا مالناش ذنب في كل ده، احنا الحفله بتاعتنا بكره، بكره الفوتو ده يا عم الحاج، احنا مستعجلين. راح قال لك طب كان معايا صاحبي الله يمسيه بالخير محمد عبد المجيد، ببعت لك احلى تحيه من الامارات للكويت. فكان محمد هو اللي عارفهم، فقال لي يلا يا معلم تعالى نروح القاهره. تمام، رحنا القاهرة واتكلمنا مع الراجل قال لك ايه، والله قلنا له هنشتغل ايه، قلنا له اه هنشتغل معاك. فبدأت انا وهو، انا ومحمد نشتغل. تبقى زي نظام اسطوانة كده عليها رولات او مطابع كده، تروح منزل التيشيرت كده، تنزل سوري مش عارف اسمها ايه بصراحة كده، تروح ساحب كده حاجة زي البوية كده على التيشيرت وترفع التيشيرت يجي عليه اللوجو بتاعنا. قعدت انا ومحمد شغالين لحد كان صلاة الفجر، شغالين مع الراجل ونعبي في الاكياس ونستف كل ده علشان ما نكسرش فرحة زمايلنا ولا نزعلهم مننا، وفي نفس الوقت نبقى رجالة وجد كلمتنا ان احنا قلنا نعمل حفلة يعني هنعملها. طبعا زميلاتنا البنات الله يعطيهم العافية، يعني فيهم اللي تولى حاجات معينة، وكانت حتى زوجتي من دفعتنا وهي اللي كانت معانا في التنظيم برضو. ببعت لها حلة تحية ولينا. وبعد كده رجعنا كان على الفجر، والصبح خلاص احنا المفروض الفوتو ده بتاعنا. احنا رجعنا انا ومحمد خدنا دش وريحنا شويه كده. وبعد كده انا فاكر ان قمت والله انا مش شايف قدامي. يمكن في ناس من اصحابنا او زميلاتنا اول مره يسمعوا الكلام ده حضروا معانا حفله التخرج، مش شايفين حرفيا والله من كتر التعب والارهاق اللي احنا شفناه. وطبعا اليوم ده شمس وعملناه في ملعب كده كان في جامعه بني سويف، فمش شايفين. المفروض بقى اليوم ده احنا فيه كولر بقى ولبس وتصوير والعاب واغاني ومش عارف ايه. احنا شبه مفيصين، احنا كنا عاملين زي اللي هو ايه عارف بيحلم بمخدة وسرير بس مش عاوز اكتر من كده. وهو المفروض ان اليوم ده هو يوم الفرحة، والحمد لله كان يوم جميل. اصحابنا انبسطوا جدا واحنا انبسطنا لانبساطهم. طبعا كتير جدا 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 من دفعتي، والله مش عايز اذكر اسماء حد وانسى حد، يعني كلهم حبايبنا واخواتنا حتى البنات. جينا للموقف اللي بحكي ليكم عليه تاني يوم اللي هو يوم حفلة التخرج بتاعتنا. قبل ما احكي اللي حصل عايزكم تتخيلوا حفلة تخرج، بنات لابسين الفساتين، اولاد لابسين البدل، الروب بتاع التخرج، الكاب ده اللي مستنيين اللحظة دي عشان نعمل كده لفوق. تمام، آه الاهل، كل واحد جاب اهله، واهله طبعا جايين ما شاء الله عشان يشرفوه. ونروح
الدكتور تعالى يا دكتور، مش طبعا مش هذكر اسمه، الله يرحمه، كان توفى والله، مسي بالخير إن كان عايش. قال لك لا، انا انتوا اصلا مين قالكم انكم اتخرجتوا عشان اروح اكرمكم؟ انا مش فاضي. طب يا دكتور حصل كذا، طب اهالينا تحت، طب يعني انقذ الموقف. والله العظيم مرضي. دخلت له انا وواحد صاحبي، كان معانا صاحبتنا زميلتنا يعني في الكليه، دخلت معانا، حاولنا نتكلم معاه، مرضيش، ورفض، وعاند معانا، وما كانش عايز يجي يحضر حفله التخرج بتاعتنا. الموقف ده عدى عليه 12 سنه، احنا متخرجين من 2014 ل 2026، 12 سنه تقريبا، ايوه. ومستحيل يتمحى من ذاكرتي ابدا، لان دي الاحداث اللي حصلت خلف الكواليس اللي فيه كتير جدا جدا من اصحابنا ما يعرفوش عنها حاجه. المهم عشان ما اطولش عليكم، مرضيش، حاولنا معاه يمين شمال مرضيش. طب يا دكتور، طب كذا كذا كذا. انا فاكر اليوم ده انا كنت قاعد قدام المكتب بتاعه، طبعا لابس البدله المفروض ومتشيك يعني ومستني لحظه ان هو يطلع، او يقول لك خلاص ماشي، او مفيش مشكله هاجي معاكم. مفيش خالص، لحظه يأس. والله العظيم انا كنت من كتر الاحراج ومن كتر الخجل ومن كتر التعصب اللي كانت فيا، انا كنت بعرج من كل حته. لحد ما جه الفارس بتاعنا بقى، اللي هو رحمة الله عليه الدكتور عبد الرحمن سليم، الله يرحمه ويحسن إليه ويجعل مسوى الجنة. كان من أجمل وأفضل الشخصيات والدكاترة اللي درستنا في الكلية، وكان من الشخصيات اللي كل الناس تحبه. كان جنتلمان كده. إيه مالكو في إيه؟ أنت قاعد ليه كده؟ فقلنا له يا دكتور حصل كذا كذا كذا. إيه إحنا أنتوا عايزين؟ قلت له يا دكتور عايزين نتكرم أهلنا تحت في مسرح الجامعة، والمسرح مفتوح، والحفلة بدأت. على فكرة كانت الحفلة المفروض تبدأ، أخرناها ساعة والناس قاعدة بره، فتحنا المسرح والناس بدأت تدخل في المسرح تقعد، وبدأوا يملوا، مفيش حاجة. بدأ فريق المسرح بتاعنا زمايلنا يعني، بدأوا يعملوا العروض المسرحية عشان الناس شوية تنشغل، وإن نلاقي حد، المنصة فاضية مفيش حد، أنت متخيل؟ طيب، في اللحظة دي بدأ، كان معانا دكتور أحمد صلاح، كان ساعتها معيد في الكلية يعني، الله يمسيه بالخير، كان حبيب الدفعة بتاعتنا يعني. بدأ جزا الله خير مشكورا، طلع واتكلم شوية كده كام كلمة عشان الأهل. وكان بيقدم الحفلة بتاعتنا باشمهندس محمد ثروت، بوجه له أحلى تحية، أخو زميلنا أيمن ثروت. والحفلة طبعا خلاص باظت يعني، لحد ما قابلت الدكتور عبد الرحمن سليم أنا في دماغي إن الحفلة باظت خالص. يعني أنت أهم، إحنا أصلا عاملين الحفلة عشان نتكرم على التخرج، يعني الفقرة بتاعت التكرم راحت. فهنعمل ايه بقى؟ مفيش. لحد ما زي ما قلت الدكتور عبد السليم، ايه في ايه؟ قلنا له يا دكتور حصل كذا ايه يعني عايزين تكرموا؟ مفيش مشكله. راح مطلع التليفون، الله يرحمه، راح متصل على دكتور عمر، دكتور عمر، ايوه اسف والله ما فاكر اسمه كويس، بس انا فاكر ان هو كان اسمه الدكتور عمر عبد الجواد اظن، ايوه دكتور عمر عبد الجواد كان وكيل الكليه. يا دكتور في ولادنا كذا كذا كذا. الدكتور عمر كان من الشخصيات اللذيذة جدا، اللي هو عسول. ولادنا وتعالوا نكرمه ومش عارف ايه. قال له اه ماشي تمام. انا فاكر حتى لما راح الدكتور عمر المكتب، راح سحب الجاكيت بتاع البدله بتاعته وبيلبس وطالع كده، مش ناسي الموقف ده. ولما لقاني زعلان مش عارف، راح حاطط ايده كده على كتفي دكتور عمر، وقال لي انا هخلي نائب رئيس الجامعه هو كمان يكرمكم. راح متصل على الدكتور احمد عبد الخالق، الله يمسيه بالخير ان كان عايش. وجه الدكتور احمد عبد الخالق، الدكتور احمد عبد الخالق ايوه، والدكتور عمر عبد الجواد، والدكتور عبد الرحمن سليم. واول والله العظيم ما بداوا يتجمعوا، انا حسيت بكأن روحي بدأت تتردد لي، اللي هو كده بدأت خلاص اهدى شويه الحمد لله، شويه شويه. ويجي يكرمنا كابتن محمد فاروق الحكم الدولي، ويجي يكرمنا سيادة اللواء كمال كان ماسك الأمن بتاع الجامعة. فبقت المنصة مليانة، ومليانة ناس تقيلة قوي. النقطة دي والله العظيم انا عيطت وعينيا دمعت، رغم ان انا من الناس اللي مش بتعيط بسهوله يعني. بس ادركت ان فعلا ربنا سبحانه وتعالى يأبى ان دفعه كامله تتكسر فرحتها. جدا ولادك عايزين يفرحوا، وانت مش عايز تقف معاهم ولا تفرحهم. جدا الطلب اللي جت، واليوم اللي كان كله احنا متحملين مسؤوليته، جم. انا فاكر اليوم ده كويس جدا، لما طلعوا على المسرح وبدأنا نهدى كده، وبدأت الفقرات، وبدأت الناس تتكرم. مع طلوع أول الناس تتكرم
وبدأت الأهالي تسقف والشباب تصفر والأغاني تشتغل والزغرة تشتغل. زميلاتنا كانوا مبسوطين البنات، وزمايلنا الصبيان كانوا مبسوطين جدا الأولاد. وسبحان الله في اللحظة دي ربنا سبحانه وتعالى كان كأنه بيقول لنا انتوا هتفرحوا، انا هتفرحوا حتى لو كل الناس مش عايزاكم تفرحوا. والله العظيم انا شفت، انا وزمايلي طبعا مش انا لوحدي، الزمايل اللي كانوا قايمين على الترتيب كلهم بصراحة يعني وتنظيم الحفلة، شفنا كمية ايام والله ما كنا بنشوف فيها انهم حرفيا. طبعا الكلام ده رغم ان عدى عليه سنين طويلة، بس انا عمري ما هنسى فترة الجامعة واصحابي. من اكبر النعم اللي ربنا انعم بها عليا ان انا اتعرفت على الناس دي في ايام الجامعة كلها، دفعتي والاخص اللي هي الدار المقربين مني جدا يعني. كل التعب ده راح والله لما لقيت ام واحدة زميلتنا عند باب المسرح كده وانا طالع، فبتقول لي بتقول لي والله يا ابني انا عايز اشكرك، بنتي والدها متوفي وعمري ما شفتها مبسوطه ولا فرحانه كده زي اليوم ده، وعرفت ان انت وزمايلك اللي كنتوا بتنظموا الحفله بتعملوها، الله يرضى عنكم. فضلت تدعي لنا كتير. يا اخي والله انا نسيت كل التعب اللي كان فيا وخلاص، انا كده تمام. الحمد لله كل الناس اتبسطت، صور مع زمايلنا وتذكار، والحفله الحمد لله رب العالمين تمت على خير وانتهت وخلصت، وذكرى حلو لنا كلنا دفعتنا. الحمد لله كل الناس افتكرها بالخير. كل دفعتنا لو اتذكر اليوم ده مش هيفتكروا فيه اي حاجه وحشه خالص، ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى والناس اللي كانوا معانا في التنظيم كلهم. انا عن نفسي شفت فيه الخير والشر، وشفت فيه شخص بيعندك عشان ما تعملش اللي انت عايزه، وشخص بيساعدك ويقف جنبك. والله العظيم يا جماعه خدتها درس في الحياه، ان انت اي مكان بتروحه او اي مكان انت شغال فيه او بتتعامل فيه، انت لازم هتلاقي حد ضدك هتلاقي حد معاك. رغم ان انا ما بحبش موضوع نظريه المؤامره وده ضد يا عم انت اشتغل وخلاه على الله ومالكش دعوه بغيرك، بس هتلاقي والله العظيم الناس كده وناس كده. والناس دي اللي هي بتكون واقفه معاك وبتساندك، دي رساله من ربنا سبحانه وتعالى ليك، كأن ربنا بيقول لك انا هبعت لك اللي هيقف جنبك، اللي هيدعمك، اللي هيساندك. والشخص التاني اللي هو عايز يوجعك بأي طريقة أو ما ينجحش فكرتك أو ما يحبطك، تلاقي دايما شخص محبط يقول لك يا عمي والله يا أنت مش هتعرف مش هتقدر، غيرك جرب ما حاولش، أنت إيه اللي بتعمله ده يا عم، أنت هتفشل مش هتكمل. يا جماعة الكلام ده حتى لو كان تنمية بشرية أو الناس شايفاه إنه كلام فاضي والله مهم، ولو كان مهم فالأيام دي هو أهم. الأيام اللي احنا فيها دي والشخصيات اللي احنا شايفينها والأوضاع والدنيا والناس والنفسية محتاجين الكلام ده وقت أكتر والله. ف من اليوم ده عرفت ان مهما كان اي حد عايز يعمل معاك ايه، لا، افتكر ما كل الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه قال لك لا تخشى من احد، فاكثر ما يفعلونه بك هو تنفيذ إرادة الله سبحانه وتعالى. انت خايف من مين او خايف من ايه او خايف على ايه؟ هو مهما عمل معاك هيعمل إرادة ربنا اللي ربنا اصلا كاتبها لك، وقبل ما تتولد وانت موجود ان انت هيحصل معاك كده، فهو اللهم الا بس هينفذ اللي ربنا كاتبه، سواء كان حاجه يعني في صالحك او ضدك. عدت الايام وما زلنا لحد وقت انا واصحابي على تواصل، وبنفتكر اي حد بيتفرج على البودكاست ده هيفتكر ايام الكليه اللي اغلب كل الناس تقريبا انا او اغلبها بتشهد ان هي احلى ايام، وهيفتكر ايام حفله التخرج بتاعته، وافتكر شله الكليه بتاعته والرحلات بتاع الكليه واحلى ايام الكليه. يمكن لحد دفعتنا احنا ما اعرفش الدفعات اللي بعد كده بتأيد رأي ولا لا، بنقول دايما ان احلى ايام قضيناها في عمرنا هي ايام الجامعه. ايام الجامعه انت مش داخل مكان تحصل فيه علم وخلاص وطالع، لا انت طالع بتعمل صحبه، طالع بتتعرف على ناس جديده، انت خلاص بقى عندك بلوغ ثقافي وذهني كافي ان يخليك تبقى في الجامعه او في فتره الجامعه تتعامل خلاص انك راجل فاهم كل حاجه وعارف كل حاجه. وذكرتنا والله العظيم بأيام حلوة. أنا حاليا دكتور بتكلم معاكم، نفسي أرجع يوم واحد بس من أيام الجامعة، وخاصة سنة رابعة آخر السنين بتاعتنا. بس حبيت في البودكاست ده بيقول لكم إن ممكن يكون في حد عايز يقف ضدك وحد عايز يقف معاك، وسواء ده أو ده فإرادة ربنا سبحانه وتعالى هي اللي هتكون، مهما أنت تعبت أو اجتهدت، فخليك عارف دايما إن ربنا سبحانه وتعالى هيكون معاك وسندك. متنسوناش بالاشتراك واللايك وحط لنا كومنت. سلام.